هو إيه اللي حصل للدكاترة في مصر؟ ليه عيادات كتير بقت بترفض استخدام الكريدت كارد وبتقبل بس الكاش والإنستا باي اللي هو برضه كاش من جبنة؟ تخيل كده بعد الشر إنك تتعب فجأة أو حد من أسرتك ورايح للدكتور وهتدفع بالكريدت كارد لأن ما معكش كاش كتير، وعامل حسابك إنك هتسدد خلال فترة السماح من غير ما تدفع فوايد ولا قرش زيادة. حضرتك مفيش كريدت كارد، حضرتك هتدفع بالإنستا باي اللي هي أصلا كاش أو كاش يا فندم. طب ما تقول كاش وخلاص. طب واللي محتاج يكشف حالا ومعهوش غير الكريدت كارد ومفيش في جيبه جنيه، يعني معهوش كاش من الأصل، يعمل ايه؟ اعتمد على الكريدت كارد كحل مؤقت يساعده يعني يعدي كده أزمات الشهر أو الحاجات اللي بتيجي بشكل طارئ أو مفاجئ أو يسدد التزاماته بيه. يعمل ايه؟ أنا عايزة أقول لكم إن الموضوع ده بقى منتشر كتير في عيادات كتيرة في الآونة الأخيرة، وإنه معظم العيادات بترفض التعامل بالكريدت كارد، وإن التعامل بيبقى يا بإنستا باي أو بالكاش. ما هو حضرتك لو ما لحقتش تسحب كاش ممكن تدفع بإنستا باي، طب ما هو يا حبيبي برضه من فلوسي، ما هو برضه كاش. وهنا لازم نركز إنه الكريدت كارد مش حل سحري، وانه لازم يكون في كنترول على استخدام الكريدت كارد. انا بتكلم بالنسبه لاي حد، لانه لو استخدم غلط هيكون في مشكله. طبعا المشكله دي هتتمثل في ديون زياده وفوائد بتتراكم نتيجه لسوء استخدام الكارت. فلازم واحنا بنستخدمه نكون عارفين كويس قوي ان احنا هنقدر نسدد خلال فتره السماح، وان هو بيسهل مش بيعطل ومش بيحملني فوق طاقتي التزامات زياده، وبالتالي ما نعتمدش على الكريدت كارد كدخل ثابت. يجي هنا السؤال، طيب هما الدكاترة ليه بيمنعوا استخدام الكريدت كارد في عياداتهم؟ في كذا سبب محتمل. أولهم رسوم البنك اللي بتتخصم على كل عملية بتتم عن طريق الكارت. تاني حاجة هي الوقت والمجهود اللي بيضيع في البنك عشان خاطر أقدر أطلع الفلوس دي منه تاني. تالت سبب وهو الأهم هو الضرائب وتتبع الإيرادات وبالتالي المحاسبة عليها. ويجي هنا السؤال، هل ده عادل بالنسبة للمريض اللي ممكن يفاجأ بحالة مرضية طارئة ومعهوش في جيبه السيولة الكافية للذهاب إلى الطبيب، خاصة واحنا عارفين كويس قوي إنه فيزيتة الدكتور عالية حبتين؟ طيب الحل إيه؟ الحل الأولاني إنه دايما يبقى عندنا كاش للطوارئ، يعني ده موجود على جنب كده محدش يجي ناحيه. والحل التاني إنك تسأل في العيادة قبل ما تروح، الدفع كاش ولا الدفع عن طريق الانستا، عشان لو هتتزنق قوي تستلفهم قبل ما تروح. والحل الثالث انه يبقى فيه تنظيم او قواعد تحمي المريض وفي نفس الوقت تساعد الدكتور من غير ما تأذيه، لان الدكتور كمان وقته ضيق، محتاج انه يسهل له عملية الدفع، لانه في الاخر الخدمة الطبية دي مش رفاهية ومش فسحة ممكن نروحها او ما نروحهاش. ايه رأيكم؟ هل من حق الدكاترة انهم يرفضوا الكريدت كارد، ولا المفروض يكون في تنسيق ما بين الدكاترة وما بين الجهات الأخرى لتسهيل عملية الدفع للمريض؟